وأنا في ثانوي كان في ولد محدش بياخد باله منه لحد ما اختفى. اسمه ياسين. ما كانش هادي زيادة ولا ملفت، هو بس كان موجود كأنه جزء من الخلفية، حاجة بتشوفها كل يوم من غير ما تركز فيها. دايما قاعد في نفس الكرسي في الصف التاني جنب الشباك، لابس هودي نص مفتوح وإيده في جيبه وعينيه سرحانة في حاجة بعيدة، كأنه مش حاضر معانا بالكامل. ولو سألت أي حد عنه هيقول لك أعرفه، بس الحقيقة إن محدش كان يعرفه بجد. إحنا بقينا أصحاب بالصدفة لما المدرس طلب مشروع في مجموعات، وكل واحد راح لأصحابه إلا هو وإلا أنا. بصينا لبعض وهزينا كتفنا وقعدنا سوا. في الأول كان الموضوع غريب جدا، كلام قليل وسكوت طويل ومفيش حتى نظرة مباشرة، لحد يوم كنا قاعدين في المكتبة والجو هادي، فسألته من غير ما أفكر: أنت دايما شكلك تعبان ليه؟ سكت شوية وبعدين قال وهو باصص في الأرض: مش بنام كتير. وكانت دي أول مرة يقول حاجة حقيقية. ومن بعدها الدنيا بدأت تتغير واحدة واحدة، بقينا نقعد جنب بعض دايما ونتكلم أكتر لحد ما بدأ يحكي لي عن حياته. قال إن أبوه وأمه انفصلوا بس بطريقة وحشة جدا، خناقات وصوت عالي وكلام يوجع. أمه مشيت فجأة وأبوه فضل بس كأنه مش موجود، بيشتغل طول اليوم ولما يرجع يشرب ويسكت أو يزعق. وقال لي مرة: هو موجود بس مش معايا. وحكى لي إنه في ليالي كتير كان بيسيب البيت ويمشي في الشوارع من غير هدف، يقعد على أي رصيف أو في جنينة أو حتى على سلم عمارة لحد ما الصبح يطلع. عشان كده كان دايما تعبان وعينيه تقيلة وعمره ما ابتسم. المدرسة كانت المكان الوحيد اللي يقدر يمثل فيه إن كل حاجة طبيعية، بس حتى ده ما استمرش. درجاته بدأت تقع والمدرسين بقوا يضغطوا عليه ويقولوا: أنت ذكي بس مش مركز، أنت بتضيع نفسك، من غير ما حد يسأله هو كويس ولا لأ. أو يمكن ما حبوش يعرفوا، لحد ما في يوم ما جاش المدرسة. في الأول ما حدش خد باله، بعد يومين وبعد أسبوع المدرس سأل عنه ومفيش حد رد. ساعتها حسيت إن في حاجة غلط وقلت إني هروح أشوفه، بس كنت متأخر. لما وصلت بيته لقيت الباب مفتوح نص فتحة. خبطت ومفيش رد. دخلت لقيت البيت فاضي، بس مش فاضي عادي، فاضي كأنه اتساب فجأة. هدوم في مكانها، أطباق في الحوض، كرسي واقع على الأرض، كأن في حاجة حصلت وانتهت بسرعة. ناديته باسمه ومفيش رد غير صوتي بيرجع لي. وبعدين لقيت كشكول على الترابيزة، فتحته لقيت معظم الصفحات فاضية إلا آخر صفحة فيها كام سطر مكتوبين بسرعة وخط مهزوز. أنا تعبت من إني أقول إني كويس، تعبت من إني مش مرئي، محدش شايفني أصلا. وكان في سطر أخير: ما تدورش عليا. حسيت صدري بيتقبض وجريت بره واتصلت عليه مرة واتنين وعشرة ومفيش رد. رجعت المدرسة تاني يوم وحكيت كل حاجة وقالوا هنتصرف، بس الأيام عدت ومفيش أي خبر. أسبوع بقى شهر ومفيش حد لقاه ولا حد فهم هو فين. وبعد شوية الناس بطلت تسأل، مكانه في الفصل اتملى واسمه اتشال من الكشوف كأنه ما كانش موجود أصلا. بس أنا ما نسيتوش. كل مرة أبص على الكرسي اللي كان بيقعد فيه أحس إن في حاجة ناقصة. السنين عدت وكل واحد كمل حياته وأنا حاولت أتعود، لحد ليلة كنت قاعد لوحدي بسكرول على الموبايل ووقفت فجأة على فيديو لمقابلة في الشارع في بلد بعيدة. وكان هو ياسين، أكبر شوية وملامحه اتغيرت، بس نفس العيون نفس النظرة بس أخف. المذيع سأله: إيه اللي خلاك تسيب كل حاجة وراك؟ بيبتسم وقال: من زمان فهمت حاجة، لو فضلت في مكان محدش شايفك فيه أنت بتختفي واحدة واحدة. فسأله: يعني أنت اختفيت؟ فهز راسه وقال بهدوء: أنا ما اختفيتش، أنا بس رحت لمكان أعرف أكون فيه. فضلت باصص للشاشة وقت طويل وبعدين ابتسمت، لأني طول السنين دي كنت فاكر إننا ضيعناه، بس الحقيقة إنه هو اللي أنقذ نفسه.